شني يا بشا يا بشا؟ نعم يا عم الحاج مبروك. هذا شني يا بشا؟ شم فيه؟ هذا عرس احمد ولد الحاج حامد. وخير مكي؟ ما هو اليوم الكسوه يا عم الحاج مبروك ودايرين جو. بيديروا جو يسكروا الشارع هيك. لا حول ولا قوة الا بالله. ان شاء الله ربي يهديهم وخلاص. باين عليه عرس مليح يا بشا. تبي الحق لي هلبة ما شفتش عرس هيك بدخل المليون يا حويته. يا بشا يا بشا تعال عاونا يا بشا. تنوض بالك عاون الناس نوض باش تلقاهم في عرسك. مالا كيف تبيهم يوقفولك مالا؟ اصلا انا قلت لهم لما تبوا تنصبوا الخيمه ضبحوا علي نعاونكم. هي تشو عليك يا حويته. تشو عليك ورحمة الله وبركاته. اسمع يا بسا، قول لهم نبي نتغدى في الدكان باش يجيبوا لك الغدا هنايا، راك تنسى. من غير ما تقول يا عرفي من غير ما تقول. المستشفى يا سعاد. عليوة عنده حرارة بطنه توجع فيه يا حاج ومن الصبح ما كلا شيء. لبس عليك لبس عليك يا عليوة. شنو يوجع فيك يا عليوة؟ يا جدي نحس في بطني توجع فيا وراسي حرارة. خلاص سلم ولادي خلاص هي هيا بالك يا سعاد نرفعوا المستشفى. هيا لا مستشفى لا يضربوني يبرة غادي لا يا ماما لا يا ولادي يعطوك دواء وما يضربولكش يبرة غادي. تو هذا شنو؟ الشارع مسكر. يا والله عليك حالة تو الواحد كيف بيدير. لاباس يا حاج مبروك لاباس الله خير شنو فيه؟ الولاد مريض بنرفع المستشفى والشارع زي ما تشوف من قدام الخيمة مسكر الشارع والخلف سيارة المية يعني الواحد كيف بيدير توا؟ عادي يا حاج شو بدي هذه العادات والتقاليد اللي تحكي عليها مش انت تقول المفروض نتمسكوا بعاداتنا وتقاليدنا ونحافظوا عليها. هيك عاداتنا وتقاليدنا يا حويتا نسكروا في الشوارع وما نرعوش جيراننا. وخير شنو فيه؟ شنو هو كل يوم شرانا في عرس ما هو مرة يا ودي انا مش فاضي بيك يا حويتا. هيا يا سعاد نطلعوا للرئيسي وناخذوا تاكسي ونمشوا المستشفى. هيا هاني وراك يا عم الحاج هيا خلاص سلم ولادي هي. يا والله عليك حال كيف الواحد بيرقد وسط الدوشة هذه الساعة تو 4 لا يقولوا الرعوا جيران لا يقولوا الرعوا صغار يقروا